من عادات جمهور راب كتعجبو الكلاشات، والستريمر احمد الصابيري اختصر هذا الاعجاب في اللازمه ديالو. ناري اش قال ليه هذا الشيء ماشي عيب، لانه كيزيد المتعه فاش كيتمزك الجمهور، وما يمكنش تسقط بجمهور كبير الا بالكلاش. ولا هضرتي على موضوع جاد ما غاديش يسمع لك حتى واحد، كيف ما قال الفنان بوزفلو في حواره مع فاروق. وبحال هذا الشيء معروف في الادب، حتى قالوا ما كايناش شي روايه بلا قصه حب، لأن الحب هو اللي كيستقطب الجمهور باش يكمل الرواية ويرسل الكاتب الرسائل اللي بغا. لكن العيب هو الجمهور فاش يركز على الكلاش، شنو قال بوز في المورفين وشنو قال المورفين في بوز، وكينساو الأفكار المهمة. بحال هذا الشيء راه وقع واحد الكاتب لبناني سميتو جورجي زيدان، بغى يبسط التاريخ للجمهور وبقى كيحكي قصص الحب حول حقبة تاريخية معينة. نسى الجمهور التاريخ وبقى عاقل على قصص الحب. الجمهور راه صعيب ومستحيل توجهه لداكشي اللي بغيتي. دابا شنو الجديد في الحوار ديال بوزفلو مع فاروق؟ في هذا اللقاء بينه وبين فاروق خصنا نميزو ما بين شخصية جواد الإنسان وشخصية المبدع بوز. اللي كيهمني شخصيا هو شخصية بوز المبدع. كاين واحد المشكل عند الجمهور، أنه كيسقط الحياة الشخصية على الإبداع ديال بوز، بحال كيف ما كيديروا قراء الروايات فاش كيستعمل السرد صيغه المتكلم كيبداو يقلبوا على سيره حياته من خلال الابداع. وهذه المساله حسمها المبدع بوز، افصل ما بين داك الشيء اللي كيبدعو وما بين حياته الشخصيه. ولكن راه يمكن يستعمل حياته الشخصيه في الابداع طبعا، لكن بصيغه جديده، كيف ما حول زيارته للمصحه اللي كانت كتعالج فيها مراته الى قصه مجنون في مستشفى المجانين. وهذا هو الابداع. ما كيهمناش نعرفوا القصه الشخصيه من خلال الاو بي، اللي كيهمنا اننا نفهموا الابداع. الان بوز خرج للجمهور وكشف لنا على المطبخ الابداعي ديالو، كيف ما دار الروائي المصري احمد خالد توفيق في كتابه اللغز وراء السطور. دخل القراء الى مطبخ الكتابه وجاوب على سؤال مهم ومعقد: كيفاش كنبدع؟ وهذا الشيء اللي داروا بوز في جزء كبير منه في حواره مع فاروق. من حسن حظ بوز أن أسرته مبدعة، أباه شاعر بالفطرة، أتشرب مفهوم الإبداع من داخل الأسرة الصغيرة، إضافة إلى أنه كينتمي إلى منطقة الأطلس، الطبيعة فيها مازال عذراء وكل شيء على الفطرة، بعيدا على المصنع والتصنع. ما قلدش باه في الأسلوب، اختار الأسلوب اللي في متناول الشباب اللي هو فن الراب، لكن ما تنكرش الثقافة الإبداعية اللي رضعها من أسرته. كل ما قام به أنه اختار وسيلة أخرى في التعبير. وهنا بوز كيعرف نفسه كفنان ماشي رابور، لأن الراب مجرد وسيلة، ولكن راه الثابت هو الفن. كاينين بزاف ديال المؤلفات اللي كتحكي على طقوس المبدعين في الكتابة، منها كتاب طقوس الروائيين لعبد الله ناصر داوود كيعاود كيفاش كيبدعوا. بوز كيقول لنا احيانا كنبدع وانا ماشي، فاش كيبدع كتنقص ليه الشهية وكيفقد الوزن، وهكذا حال المبدعين الحقيقيين. واغرب ما قريت في احوال المبدعين هو الروائي اللي كيعجبني بزاف غابرييل غارسيا ماركيز، اللي بكى وصرخ فاش قتل احد الشخصيات الخياليه في احد رواياته، بمعنى ان المبدع كينغمس بشكل رهيب في الابداع ديالو، بحال اللي كيصلي في محراب العباده. هنا الابداع راه واحد العمليه كتمتص كيان المبدع وكينسى العالم اللي حوله. دابا شنو هو الفرق ما بين المبدع والانسان العادي؟ راه نفس الكلمات اللي كيستعملها الانسان العادي كيدخلها المبدع للمصنع ديالو، وكيقوم بحبكها عبر صور فنيه وكيعبر عليها بطريقه جماليه. فاش كيسخر الفنان طاليس ورباعته من الروابطه كينبهوهم انهم كيعاودوا نفس الكلمات اللي كيستعملها الانسان العادي بدون قيمه جماليه او فنيه وبدون رساله. هذا الشيء كيخلينا نقولوا ان بوز هو فنان حقيقي. نفس الكلمات اللي كيستعملوها غالبيه الناس كيعيد حبكها بصوره فنيه وكيعبر عليها بطريقه جماليه من اجل ايصال فكره معينه. كاين اشكال معروف في الادب وهو الجدل بين الاسلوب والمضمون. يمكن نحكيو قصه وحده بألف اسلوب. الجميل في بوز انه رفع التحدي عاليا واعلن على الثوره على الاسلوب ورجع فن الراب الى اصله، وهو يتواجه مع المورفين ارتجالا في المباشر بدون كتابه قبليه، بحال اللي راهم في سوق عكاظ وحنايا كنسمعوا للشاعر الفرزدق والشاعر جرير.
وهذا النوع من الشعر في الشعر العربي كيتسمى بشعر النقائض، أن يهجو كل شاعر الآخر ويمدح نفسه. هذا تحدي كبير. وفي هذا السياق كيقول الأديب الأرجنتيني الكبير خورخي لويس بورخيس في كتابه صنعة الشعر، كيجاوب على سؤال لغز الشعر، قال: معظم معلمي الإنسانية الكبار لم يكونوا كتابا وإنما خطباء، وذكر منهم فيثاغورس والمسيح وسقراط وبوذا، وحنا عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. شنو كيعني هذا؟ أن بوزفلو وضع الروابط أمام تحدي كبير في الإبداع، تجي المباشر وترتجل قصيدة شعرية شفويا وتسمع للناس الجمال، وهذا ما يقدرش عليه إلا اللي تشرب الفن عن باه وامه. بحال بوز عنده الفن فطري، الفن موهبة ماشي صنعة، يعني الشعر ما كيتكتبش، راه هو إبداع شفوي، وهذا حال والد بوز. الشعر ما كيتستوردش لا من فرنسا ولا من ميريكان، وهذا الشيء راه كان عندنا فن العيطة اللي هو فن شفوي كيتروى جيل على جيل. هنا غنفهموا بوز ما كيعطيش أهمية كبيرة للكتاب وإنما للحياة، وهذا رأي راه قديم قال به أفلاطون، كان كيتكلم على الكتب بطريقة فيها الكثير من الازدراء. كيقول: الكتاب يبدو كائنا حيا مثل لوحة رسم، ولكننا إذا ما وجهنا إليه سؤالا لا يجيب. الكتاب بالنسبة لبوز راه هو باه اللي ما كيعرفش القراءة والكتابة، وفاش كيسولو كيجاوبو، ولذلك فاجأنا بأنه غيبدع كلاش مع باه باش يبين لنا المفارقة ما بين جيلين. وأقوى ما في العملية الإبداعية ديال بوز أنها مرتبطة بالأرض، بالثقافة المحلية، باللغة المحلية. وفهم بوز أنك باش تكون عالمي خصك تكون محلي، وهذا معروف عند المبدعين الكبار. عرفنا أحياء إسطنبول من عند الروائي الكبير يورهان باموق، وعرفنا الحارة المصرية من عند نجيب محفوظ، وعرفنا أحياء طنجة من عند شكري. وهنا القراء داكشي اللي تخيلوا في الروايات كيسافروا باش يكتشفوه، فهذا تشجيع على السياحة المحلية. باختصار، ينبغي الافتخار بميلاد فنان مبدع من الأطلس المتوسط، ماشي بطالي عنده أزمة مالية، ولكن مبدع عنده مشروع فني.